أتذكر يعني خطية وكان شغله قريب الأورزدي، من كان يروح يجيب لنا ملاعيب، كان يجيب لنا. أتذكر كانت مطر آخر لحظة بعد، يعني قبل يومين يسافرونه، مطرت شهر نيسان، كان مطرت ووقف جوا المطار، شعره كان نيجرو، اتبلى شعره. كان اكو شعر خطية بيبيتي كانت تقرأ الاسم دفتر رسم. من دم المسفوك ظلما والسنين، من صدى آهات أمي والحنين، صرختي يا موطني يا موطني. تقرأ خطية كان تقول اقروا انتوا هذا خالكم الوحيد، الاسم دفتر رسم، خالي كريم شقد دسم. وكردي كانت بيبيتي كانت تقول، وصدق تبلل شعره. قلت له خالو طب جوا شعرك تبلل. قال انا شعري نيجرو حلو وكل شاب حلو. كان مؤدب عاقل. 18 سنة ورا اعتقد 4 سنين 3 سنين انهدم. يعني واحد من يروح على قبر هسه احنا ابوي الله يرحمه من نروح نحكي وياه مرات نعاتب، واحد يخف عن روحه. بس هو خالي خطيه يعني قالوا لي هوايه، قالوا مشي روح مقبره نجف. قلت له ما عندي احد بي اروح، مع العلم اكو اجدادي كلهم هناك، بس قلت له انا اروح المن. هي بيبيتي ما راحت على ما اني اروح، قالت ولا اروح مقبره نجف، شو اللي بالنجف؟ انا ابني ما ميت، لان قدام عيني ما اندفن بس ما ميت. ما ماتت هي اي ما تقبل اصلا، ما تقبل. حتى اهل دولة آباد كلهم يعرفون هنا من صارت السقوط الاكثريه سووا فاتحه. بيبيتي ما قبلت، قالت انا ابني ما ميت. حتى امي قالت لها يما عيب لازم نسوي له فاتحه. قالت ما اريد. صدق هم فاتحتهم اثنيناتهم صارت. قالت من اني توفيت سووا فاتحه اول باسم كريم بعدين اسم كريم. وصدق اي سوينا لها القبر. هسه هي هنا بهج زهراء مدفونه، قطعه امهات الشهداء، اكثريه امهات الشهداء هنا. كتبت اول كتب الشهيد كريم بعدين كريم، ما كانت تقبل. حتى مرات امي تقول لها يما عيد، هذا عيد الاضحى، عيد. قالت انا ابني ميت ما ميت، ما دفنته على ما اعرف ميت، لو دافنته ايه ابني ميت بس ابني ما ميت. خطيه وايد اذت. صحيح مره كبيره كانت